كلمة باحبِك أو باحبك مربوطة بين الطرفين، ما تجيش تقول لي أنا هافلت من المكان ده، لا، لا، لا يا حبيبي ما ينفعش الكلام ده، اسمع مني، لو هي غلطت فيك سامحها مرّة، مرّتين وفهّمها، أنتِ غلطتِ 1، 2، 3 رخمة أهي أنت قُلت لها باحبِك هتعمل إيه؟ استحمل بقى أنت اللي جبته لنفسك، أدام قُلت باحبِك لأي بنت ما تغزلهاش، ده الطبيعي وده الأساس اللي إحنا ماشيين عليه وده الصح. ما تغزلهاش أهم حاجة، والله لقيتها رغاية وتعب قلبك معلش استحملها، أو أنت فهّمها الصح، يعني خير من الوصل ولا كتير أوي ولا قليل أوي، لمّا تيجي ترجع من شغل ما تلاقيش هي محضّرة لك حاجة، فهّمها الصح، ممكن يكون أبوها والّا أمها مش فاهمها الصح، صح والّا لأ؟ لقيتها بقى بتغلط وتعلّي صوتها، فهّمها 1، 2، 3 الأمر بيقول 1، 2، 3 إحنا متجوزين على حُب، أنا باقول باحبِك وأنتِ بتقول باحبِك، خلصت الموضوع على كده. مش دايمًا أقل غلطة تروح سايب الخطوبة أو سايب الجواز، صح والّا أنا غلطان؟ أنا بافهّم كل واحد حبّة، حبّة يا رب تفهموه.